اهلا بكم وجمعه مباركه وصباح الخير او مساء الخير للي هيشوف الفيديو. حلقه النهارده الاهلي فوق الجميع، فوق ابنائه، فوق جماهيره. الاهلي دائما مصدر السعاده يا ساده في مصر وفي الرياضه المصريه عامه. طبعا شفنا الحلقه بتاعت امبارح واول امبارح للمستشار مرتضى منصور بعد طبعا الحكم، المحكمه اللي ايد الحكم. طبعا شفنا الحكم اللي صادر من المحكمه واللي ايدته لصالح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بالحجز على ارصده نادي الزمالك في احد البنوك. لكن طلع علينا المستشار مرتضى منصور من يومين قال لك المشكله اتحلت خلاص، وزي ما وعدت الجماهير ان نادي الزمالك محدش هيقدر عليه. طبعا شفنا ان المحكمه ايدت الحكم اللي صادر لصالح ممدوح عباس بالحجز على ارصده نادي الزمالك في احد البنوك. طبعا الحكم ده صادر من شهرين، وقبل كده صدر نفس الحكم، ولكن طبعا ممدوح عباس يعني تراءى ان مصلحه نادي الزمالك وجماهيره ان هو ما ياخدش اكشن في الحكم الاولاني. لكن المره دي الوضع يختلف تماما بعد الاساءات التي طالت الجميع سواء حتى في مصر او خارج مصر من المستشار مرتضى منصور. فبالتالي اصبحت القصه دلوقتي ان ممدوح عباس مش هيسيب ولا مليم. وطلع علينا المستشار من يومين بكذبه المعتاد وقال لك ان المشكله اتحلت خلاص، وان هو خد حكم لصالح نادي الزمالك، وان الحكم اللي خده ممدوح عباس كأن لم يكن. وطبعا كذب كالعاده. وشفنا طبعا المستشار وهو طالع امبارح بمنتهى الهدوء ومنتهى الرزانه. هل ديت زي ما بيقولوا كده استراحه محارب؟ ما اعتقدش ان في محاربين في الوقت دوت. وانت بتضحك على الناس كلها، بتضحك على جماهير نادي الزمالك اللي هي بتحاول تصدقك. خلي بالكم يا جماعه ويا ساده ان في واحد بيفضل يكذب كل يوم 20 30 مره لغايه ما يصدق نفسه. فعلا ده اللي بيحصل في نادي الزمالك مع شله المرتزقه في قناه نادي الزمالك، صحفي وانتوا عارفينهم بالاسم وانا مش هذكر اسماء. لكن لما تيجي تطلع لي وتقول لي ان مرتضى منصور ده راجل دوله، اقول لك بأمارة ايه راجل دوله؟ ده انت غلطت في مصر كلها. مفيش راجل دوله بيبقى صليط اللسان بيغلط في الدنيا كلها. طبعا ده غلط في كل رموز نادي الزمالك قبل ما يغلط في رموز نادي الاهلي، ومقدمتهم طبعا الكابتن الكبير الاسطوره. الكلمه دي اللي بتزعلهم كابتننا الكابتن محمود الخطيب. فبالتالي كابتن محمود الخطيب اخذ حقه بالقانون ومستنيين التنفيذ، والتنفيذ هيحصل. خلي بالكم لسه في قواضي تانية كتير جدا، منها اخر الشهر ده قضيه اليافطه المشهوره لنادي الزمالك ان هو نادي القرن. فطبعا كده سياده المستشار دوت الى زوال، وافتكروا كلامي كلها ايام وهنشوف ايه اللي هيحصل. لكن لما يطلع علينا خالد الغندور ويجي يشكر في الكابتن والاسطوره بتاعهم شيكابالا طبعا ومرتضى منصور، ان الناس ديت اساسا يعني ما ينفعش يا جماعه. الصح صح والغلط غلط. ما ينفعش ان احنا نطلع نغلط في الناس كلها ونلاقي ناس تحمينا عشان المصالح وعشان التسجيلات اللي متسجله لهم. طبعا مجموعه من الفسده بدون ذكر اسماء على راس الكره المصريه. وطبعا شفنا ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبلها يا جماعه. فطبعا انا بقول بقى لفرقتنا فرقه النادي الاهلي وادارتنا اداره النادي الاهلي اللي احنا ما نديش فرصه لاي حد يا جماعه. لازم ننزل اي ماتش نكسب في اول ربع ساعه جون واثنين وثلاثه، ما نستناش الماتش يبقى متعلق لان الحكم مش هيقف معاك. حتى الجون اللي احنا جبناه واتحسب تسلل في الماتش اللي فات، كل الناس طلعت قالت لك لا ده تسلل. لا، في ناس في خبراء التحكيم قالت لك مش تسلل. وبعدين يطلع علينا رئيس نادي الزمالك، انت مالك انت بالكوره؟ انت عمرك ما كنت بتفهم في الكوره ولا ليك في الكوره. تطلع كل ماتش يقول لك النادي الاهلي ليه ضربه جزاء وهميه، النادي الاهلي الهدف بتاعه ما اعرفش. يا عم انت مالك؟ خليك في فرقتك، خليك في فرقتك. عمرك شفت الكابتن الاسطوره محمود الخطيب بيطلع يعلق على اي حاجه بتحصل في نادي الزمالك؟ وده اللي غايظك، اللي احنا ساكتين. والسكوت ده من شان الكبار، لان في الاخر نادي الاهلي هياخد على حقوقه كلها، ونادي الاهلي في المقدمه دائما زي ما احنا عارفين، والدوري اهلاوي ان شاء الله. اتمنى من جمهور النادي الاهلي يصبر على الفرقه. وخلي بالكم يا جماعه، في ناس بتقول لك اللي احنا كسبنا في اخر ثانيه. ايه المشكله؟
نكسب في اخر سنه. المهم ال3 نقاط. انت عندك في نهائي كاس العالم الارجنتين وفرنسا، الجون الاخراني لو كان جه في الثواني الاخرانيه لفرنسا كانت الدنيا كلها اتغيرت، والاحتفالات كلها بتاعت ميسي كان كل ده اتغير للناحيه الثانيه. فالعبره بالخواتيم والعبره بالنهايه. طبعا جريده وشوشه زي ما احنا عارفين كانت عامله استفتاء كبير جدا للاعب الجوله والمدير الفني واللي زي ما احنا عارفين. فبالتالي اي تصويت او اي استفتاء نادي الاهلي وجماهيره بيخشوا يخلوا الاستفتاء ده لو هو مش لينا تمام او ضدنا بيبقى لينا. حتى لو في لاعب من الزمالك في الاستفتاء ده ومفيش لاعب من النادي الاهلي، جماهير برضو النادي الاهلي بتخش تصوت للطرف الثاني، وده امر طبيعي جدا. طبعا طلع ميدو وخالد الغندور قال لك مش كل حاجه نسيبها للجمهور، المفروض يبقى فيه جزء للمديرين الفنيين والقائمين على لعبه كره القدم يكون ليهم برضو راي. فاحنا برضو بنطالب بكده، مفيش اي مشكله، بس النسبه الاكبر للجماهير، لان الجماهير هي سر الوجود بالنسبه لكره القدم، لازم نعرف الكلام ده. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي في اليابان، وده النادي الاهلي قصدي في كاس العالم في المغرب ان شاء الله بصفته وصيف افريقيا. طبعا احنا عارفين ان الزملكاويه كلهم طلعوا قالوا ان الزمالك احق بكده. احق بكده ايه؟ انت بطل دوري، مفيش مشكله انت خدت الدوري باي طريقه وباي شكل، لكن البطوله دي يا جماعه للابطال اللي حصلوا على افريقيا. فبالتالي نادي الاهلي دخل وصيف لما المغرب نظم البطوله زي ما احنا عارفين. اذا النادي الاهلي بطل، ولولا شويه الحاجات اللي حصلت زي ما احنا قلنا عليها مرارا وتكرارا كان النادي الاهلي هو صاحب الكاس. فما ننساش الكلام ده كله، ودايما النادي الاهلي هو اللي مشرف الكره المصريه. وبقول كلمه اخرانيه يا جماعه للاتحاد المصري لكره القدم، على مر العصور نادي الاهلي لما بيبقى مسيطر وبيبقى في مستواه الكره المصريه بتبقى في حته ثانيه. وافتكروا طبعا التاريخ، افتكروا جيل العظماء في منتخب مصر ابو تريكه وبركات لما كنا خلاص هنكسب البرازيل وكسبنا ايطاليا، والناس دي كلها كان النادي الاهلي رقم واحد. فانت عايز تفشل النادي الاهلي يبقى انت بتفشل الكره المصريه اللي لسه هتفشل في ظل وجود المغربي فوزي لجع زي ما احنا عارفين. وطبعا دور هاني ابو ريده او هاني ابو خيبه زي ما احنا بنقول ده بقى اصبح مهمش جدا، لان ربنا ما بيرضاش بالظلم. فانت قاعد على الكرسي زيك زي الكرسي اللي انت قاعد عليه، والراجل ده خلاص الكره المغربيه بقت في حته ثانيه، منها الانديه المغربيه الوداد والرجاء، وافتكروا الكلام ده كويس. فاحنا بنتمنى ان القائمين على الكره المصريه فوق شويه، عشان احنا ما ينفعش يا جماعه نبقى احنا بره كل المحافل وبنفضل نتفرج. احنا اول اتحاد في افريقيا يا جماعه، فما ينفعش. فان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي وسموحه الماتش اللي جاي، بتمنى ان من هنا تبقى نقطه انطلاقه على اساس ان احنا ناخد ال7 8 ماتشات الجايين على طول زي بدايه الدوري، وما يحصلش توقفات يا جماعه. يعني قبل التوقفات طبعا اللي هتحصل بسبب مشاركه النادي الاهلي وبرده المنتخب. فبالتالي عايزين نجمع اكبر نقاط، لان بطل الدوري هو اللي هيجمع اكبر نقاط. والتفنيشه الاخرانيه دي طبعا النادي الاهلي بيعرف يفنشها كويس. فبالتالي احنا عايزين كل ماتش اول ربع ساعه نخلص يا جماعه القصه. قبل التوقف كان النادي الاهلي في حته ثانيه تمام، وبينزل يخلص بالثلاثه وبالاربعه. طبعا الكيرف نزل معرفش ليه. وبرده ما ننساش ولا نغفل ان الدفاع فيه مشكله، والشناوي برضو عنده مشكله من السنه اللي فاتت واللي قبليها، سيبك من الانتصارات. فبالتالي الميركاتو اللي جاي هيبقى ميركاتو جامد جدا للنادي الاهلي. وافتكروا كلامي، في لاعب افريقي كبير جدا في النادي الاهلي، في لاعب تونسي في النادي الاهلي في الميركاتو اللي جاي دوت. فبالتالي النادي الاهلي هيقدر يدعم صفوفه بطريقه كويسه، خصوصا طبعا احنا عارفين عمرو السوليه كبر في السن، وبرضه علي معلول لو مشي بتبقى مصيبه، لان علي معلول على قد ما هو كبير في السن لكن مسيطر في مكانه. فبالتالي مش هنغلط الغلط بتاع زمان لما ابو تريكه اعتزل وبركات وفلافيو والناس، وما جبناش لعيبه على قد الحدث او في نفس المستوى بتاعت اللعيبه ديت. فبالتالي احنا بنطالب الكابتن الخطيب، لان طبعا احنا منتظرين، وفي ناس طلعت تقول لك مش عايزين بخل يا خطيب. احنا فعلا مش عايزين بخل، لان احنا بننافس بشده جوه الملعب وبره الملعب. انت يا خطيب الاسطوره بتاعنا، بس
انت اكتر واحد اتاذيت بسبب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وصحفيين واعلاميين نادي الزمالك وطبعا مرتضى منصور. فبالتالي انت تاخد حقك رقم واحد اللي انت تكسب البطولات. احنا بنتحارب في كل حته، في كره اليد، في كره الطايره، ودينا شفنا القصه ماشيه ازاي. فان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع زي الاول مستواه المعهود اللي يفرح مصر كلها ويفرح جماهير الكره المصريه، اللي جماهير النادي الاهلي بتثبت كل يوم انها كبيره جدا. برضو كان بيقول لك ايه، يا جمهور النادي الاهلي قد جمهور نادي الزمالك. ده احنا في كل استفتاء يا جدع بنخش تك على طول، احنا رقم واحد. فبالتالي بنتمنى من لاعيبه النادي الاهلي تفوق شويه وتعرف المسؤوليه اللي عليها، واللي احنا تعبنا جدا الموسم اللي فات واللي قبله عشان الدوري اللي راح مننا بفعل فعل زي ما احنا قلنا. ومش هطول عليكم اكتر من كده، جمعه مباركه. يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي يشتركوا ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمه. وادعوا للنادي الاهلي وادارتنا من تقدم لتقدم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.